بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي متتبعين، السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنطرقوا الموضوع ديال الدفعه الثالثه لشهر فبراير. اذا بالنسبه كما شفتوا في الفيديو السابق فاش شرحنا في الطلبات، لقينا بان الطلبات كاين اللي باقي في وضعيه طور المعالجه، ولكن في حاليا ولا الطلب ديالك كتشوفوا انطلاقا في المنصه كتلقاه واش هو مقبول او لا مرفوض. اذا ثم كذلك بالنسبه للناس اللي ترفض لهم الطلب غنحاولوا نعطيو الحلول اللي خصهم يديروها. ثم كذلك الناس اللي تقبل لهم الطلب كذلك غنحاولوا نديروا امتى غيستخلصوا دوك المبالغ. اذا قبل ما ندخلوا لها التفاصيل، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تكملوا الفيديو حتى الاخر باش انكم تزيدوا تستافدوا اكثر. اذا بالنسبه نمشيو بعدا نشوفوا بالنسبه للطلب. اذا ديجا شرحت لكم واحد الطلب في الفيديو السابق اللي هو باقي في وضعيه المعالجه. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاول نخدم على نفس الطلب وغنشوفوا وضعيه الطلب ديالو. اذا دائما الا بغيتي تشوف الطلب ديالك كتمشي هنا للفضاء خاص، ثم هنا كتختار الجنس ديال رب الاسره واش هو ذكر او لا انثى، ثم هنا كدير رقم البطاقه الوطنيه للتعريف الالكترونيه، ثم هنا المعرف المدني ديالو، ثم تاريخ الولاده. كما كنا كنشرح في الفيديوهات السابقه قلنا دائما الناس الكبار اللي ما عندهمش مثلا، اولا الناس اللي ما عندهمش اليوم والشهر في لاكارت ناسيونال ديالهم، اذا هنا كيجيو كيديروا بالنسبه لليوم واحد وبالنسبه للشهر واحد، ومن بعد تيتبعوا السنه ديالو. ثم هنا غنجي نعاودوا هذا الرمز، اذا هذا الرمز، ثم غنديروا تاكيد، ثم من بعد غنديروا الدخول الى الطلب. اذا نحاول انا كما وعدناكم دائما في القناه ديالنا باننا كنخدموا دائما على التطبيق باش كلشي انه يعرف كيفاش انه يوصل الطلب ديالو. اذا غنجي هنايا غنعمروا المعلومات ديال صاحب الطلب، ومن بعد غنمشيو الواجهه ديال الطلب ديالو. اذا غنجي غنعاود هذا الرمز، ثم غندير تاكيد، ثم غندير الدخول. اذا هنا الا لاحظتوا بان تاريخ الطلب هنايا، اذا عندنا الطلب في 13 واحد 2024، هنا الاعانه جزافيه، ثم هنا وضعيه الطلب كما شفتوا الا رجعتوا للفيديو السابق غتلقاو هنا. اذا كانت ديك الساعات هنا وضعيه الطلب كانت في طور المعالجه، ولكن حاليا ولات مقبول. الا كنا كنمشيو للمبالغ المدفوعه، اذا بالنسبه للمبالغ المدفوعه هنا كنلقاو بان المبلغ اللي غيستافد منه صاحب الطلب هو 500 درهم. وديك الساعات قلنا بان نورمالمون الناس اللي دافعين فوق 10 في الشهر واحد غيستافدوا من دفعتين، ولكن انا حاولت انني نمشي للقانون رقم 58 23 اللي كيتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. والا مشيتي للماده 9 ديالو اللي تتقول بانه تستحق الاعانات في نظام الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من الشهر الذي تم فيه استكمال اجراءات ايضاح الطلب. اذا ما عرفتش واش ولاو دابا كيطبقوا هذه الماده على اساس ان الناس كيستافدوا غير من داك الشهر. اذا مثلا دفعتي قبل 10 غتستافد من داك الشهر، اذا دفعتي بعد 10 غتستافد في الشهر المقبل. ثم غنمشيو دابا بالنسبه للناس اللي عندهم الرفض. اذا قبل ما نمشيو للرفض غنحاولوا نشوفوا اسباب اللي هي كتؤدي الى الرفض، ودائما تنرجعوا للقانون ديال رقم 58 23. اذا بالنسبه للماده 7 فيه كتقول: لا تستفيد من نظام الدعم الاجتماعي المباشر الاسره التي يتكون فيها احد الزوجين او رب الاسره. هنايا الاولى موظفا او عونا او مستخدما للدوله والجماعه الترابيه والمؤسسات العموميه، اذا الناس اللي خدامين. ثم كذلك مصرحا بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص مرة واحدة على الأقل خلال فترة تحدد بنص تنظيمي. ثم كذلك 3 إذا صاحب معاش بالقطاع العام والخاص، إذا الناس اللي عندهم التقاعد، سواء إذا الأرملة اللي باقي عندها التقاعد ديال راجلها أو لا الناس اللي باقي كيشدوا التقاعد. ثم كذلك بالنسبة لرابعا مستفيدا من تعويضات في إطار الأنظمة الغير القائمة على الاشتراك، مثلا بالنسبة للتكافل الاجتماعي. اذا بالنسبه للطلبه كاين بعض اخوان الطلبه كيقولوا هنايا بالنسبه ليا واش كنستافد من المنحه، واش ممكن نستافد من الدعم. اذا هذه الماده كذلك كتفصل في هذا الشيء، تيقول بان كما لا تستفيد الاسره من اعانه الممنوحه في اطار النظام المذكور على الولد اذا كان طالبا او متدربا يستفيد من منحه دراسيه طبقا للنصوص التشريعيه والتنظيميه الجاري بها العمل. اذا هنايا اللي كان الناس كيستافدوا من المنحه اذا ما عندوش الحق كذلك انه يستفد من الدعم، غير انه اذا كان المبلغ الاجمالي السنوي لهذه المنحه الدراسيه اقل من المبلغ الاجمالي السنوي لتعويضات الحمايه من المخاطر المرتبطه بالطفوله التي كان من الممكن ان تستفيد منها الاسره عن الولد المذكور، فإنه يصرف لها مبلغ تعادل قيمته الفرق بين المبلغين الإجماليين. إذا مثلا الناس اللي تجمع مثلا المنحة ديالك، إذا المنحة دراسية في العام، وتشوف تقارنها مع المنحة ديال الدعم الاجتماعي المباشر، إلا كان ديال الدعم الاجتماعي المباشر أكثر من ديال الدراسة، ديك الساعات هما راه تيزيدوك حتى كتوصل
ديال الدراسة. ولكن هنا غالبا ما تلقاوهاش، لأن كنلقاو بأن المنحة الدراسية كتكون أكبر من المنحة ديال الدعم الاجتماعي المباشر. إذا هذه هي المادة اللي كتنظم إذا هاد الناس اللي ما عندهمش الحق أنهم يستافدوا من هذا الدعم الاجتماعي المباشر. دابا غنحاول نرجع معكم لأسباب الرفض ديال بعض الإخوان اللي تيقولوا بأن هذا هو السبب ديال الرفض. إذا مثلا بحال هاد صاحب الطلب عنده سبب الرفض كيقول ليه بأن أنت موظف أو أجير مصرح به على الأقل مرة واحدة خلال 12 شهرا أخيرة. حتى الناس اللي خدامين في اوراش، لان كانوا الناس خدامين في اوراش كيخدموا غير 3 شهور او 4 شهور ومن بعد كيدفع الدعم ما تيتقبلش ليه، راه ما غاديش يتقبل ليه، خصو يتسنى. الناس اللي دافعين يعني اوراش خصو يتسنى 12 شهر. تفوت 12 شهر على يعني المده فاش خدم، عاد ديك الساعات عنده الحق انه يدفع للطلب الدعم، يعني الدعم الاجتماعي المباشر. غير هنا في هذه الحاله راه بالنسبه للمنصه ديال الدعم الاجتماعي المباشر، لان باقي اكثريه ديال الناس كيقولوا تاريخ نهايه تاريخ اولا اخر اجل لايداع الطلب. بالنسبه لاخر اجل مازال ما كاينش. اذا في اي وقت راه الناس كيدفعوا. نمشيو دابا للسبب الرفض الثاني، هو كيقول لي بان اسرتكم مستفيده من الاعانه الشهريه للحمايه من المخاطر المرتبطه بالطفوله. فاش كنسمعوا هنا الاعانه الشهريه للحمايه من المخاطر المرتبطه بالطفوله، هنا كنقصدوا بها اعانه شهريه او لا اعاده الولاده، والتي لا يمكن جمعها مع الإعانة الجزافية. بالنسبة لهذه القضية ديال الجمع ما بين الإعانات، إذا حتى هي إلا رجعنا للقانون ورجعنا للمادة 5 تيقول لنا هنا في المادة 5 لا يجوز لرب الأسرة أن يجمع بين الاستفادة من إعانة الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون. يعني ما عندوش الحق أنه يجمع ما بين إعانتين. ثم من الإعانة المكونة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر المخصصة المالية لصندوق التكافل العائلي. بالنسبة لصندوق التكافل العائلي كانوا ديك الساعات يعني المطلقات كيكونوا فيه. اذا اللي مازال اللي كتستافد من هذا الصندوق راه ما يمكنش تستافد من الدعم، واللي ما كتستافدش من عطاوات الدعم راه ممكن انها تتبع الاجراءات القانونيه حتى تستافد. ثم كذلك يقول لك كما لا يجوز الجمع بالنسبة لنفس الولد بين إعادة الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتعويضات عائلية تمنح طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجانبية العامة. مثلا الطفل مثلا تقيدتي عندك في الدعم، وعاوتاني مقيد في لاسينيسيس، ما يمكنش انك تاخذ عليه الدعم. ثم نمشيو دابا يعني السبب الرفض الثاني. يعني تيقول لنا لقد سبق لكم تقديم طلب الاستفادة من إعادة الجزافية. الناس اللي كانوا تيديروا اعانه جزافيه ومن بعد تيدخلوا معاهم الاولاد ومن بعد تيديروا عاوتاني منحه شهريه، اذا هنايا راه ما غاديش يتقبل ليه الطلب. ثم كذلك اسرتكم مستفيده من اعانه شهريه للحمايه من المخاطر المرتبطه بالطفوله والتي لا يمكن جمعها بين الاعانه الجزافيه، ديجا شرحناها في الماده 5 من القانون 58/23. ثم هنا السبب الاخير هو كيقول لك بان سن اولادكم يتجاوز 21 سنه دون استيفاء شروط الاستفاده من المنحه الشهريه. اذا هنا كان واحد الغلط كيوقع لبعض الناس، شنو تيديروا تيمشي تيكون عنده هنايا الاطفال ديالو كيتجاوزوا 21 سنه ومن بعد هو تيمشي تيدير منحه شهريه، واخا هما كيقراو تيدير منحه شهريه ومن بعد فاش كيدير ليه الطلب تيترفض ليه، لانه اصلا هو خصو يستافد من منحه جزافيه ماشي منحه شهريه. اذا غنمشيو دابا كيفيه التعامل مع هذه الاسباب غير انطلاقا من الموقع ديال الدعم الاجتماعي المباشر. قبل ما نمشيو دائما اخواني اخواتي ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وما تنساوش دعمونا بواحد اللايك باش اننا نزيدو نعطيو المزيد. بالنسبه للناس اللي عندهم الحق دابا انهم يتبعوا يعني يديروا شكايه بالنسبه للرفض ديالهم، السبب الاول اللي ذكرنا ديال الموظف او الاجير، اذا هذا ما عندوش الحق لانه اصلا هو راه مديكلاري. ثم بالنسبه للناس اللي داروا اعانتين، اذا الناس اللي داروا اعانتين يحاولوا انهم يديروا اعانه واحده. اذا بالنسبه للطريقه ديال انك دير اعانه واحده، اما الا كنتي كتستافد من اعانه وحده اذا انت صافي ما عندك ما دير. ولكن الناس اللي مثلا دافعين بحال هذا مثلا ديال 21 سنه وهو اصلا خصو يستافد من منحه جزافيه ودار منحه شهريه، اذا الحل اللي تيكون عنده هو اننا كنمشيو دائما. اذا ربما يقدر يكونوا بعض الاسباب اخرين اللي ما ذكرتهمش انايا اذا في هذا الفيديو، ولكن عموما غنحاول نوريكم الطريقه باش انكم تبقاو ديروا الشكايه. اذا اول حاجه باش دير الشكايه كنمشيو دائما للموقع ديال ايس دي. اذا تنجيو هنا للموقع ديال ايس دي تمشيو تنهبطوا كاع لتحت. اذا تمشيو للمعلومات عمليه ثم تنديروا معلومات وشكايات. اذا بالنسبه للمعلومات وشكايات اش كيكون عندنا هنايا؟ تيكون عندنا هنايا اما عندك الحق انك دير الشكايه عن طريق الاتصال، اذا بالمجيب الالي او لا بمركز الاتصال، اذا انك تتواصل معهم. ولكن نردوا البال هنا فاش غتبغي تتواصل معهم خصو يكون عندك الرقم يعني البطاقه الوطنيه ديالك ثم
المعرف الرقمي، ثم عدد الافراد الى غير ذلك. اذا المعلومات ديالك خصهم يكونوا عندك. اذا كتتصل بهم بهاد الارقام، او لا كدير كذلك شكايه كتابيه. اذا انا بالنسبه لي كنفضل الواحد انهم يديروهم بجوج. اذا كتجي هنا كدير معلومات الاتصال، اذا بالنسبه لمعلومات الاتصال كتدخل هنا المعرف الرقمي المدني ديالك، ثم البريد الالكتروني ضروري بالنسبه للبريد الالكتروني لانه هو فين غيجاوبوك على الشكايه ديالك. ثم هنا تجي بالنسبه للعنوان، بالنسبه للعنوان هو الموضوع ديال الشكايه. اذا مثلا بحال هذا اللي عنده مثلا اعانه جزافيه وهو دار منحه شهريه، وغيقول بان انتقال من منحه شهريه الى منحه جزافيه، ومن بعد هنا غيدير يفصل يعني في الشكايه ديالو. ثم من بعد غدير ارسل طلبي، ومره غتبقى تطلع على البريد الالكتروني ديالك. غير هنايا واحد الاشاره مهمه الاخوان، هي انه بالنسبه من تاريخ الرفض، يعني تاريخ الرفض ديال الطلب ديالك خصك ما تفوتش 15 يوم، حيت الا فات 15 يوم على تاريخ الرفض ديالك ديك الساعه راه الشكايه ديالك ما غاديش تقبل. غير اون فوا الناس اللي لقاو دابا الرفض، اذا حاولوا انهم يسرعوا باش انهم يديروا الشكايه. بهذا اخواني اخواتي وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش كذلك تدعمونا بواحد اللايك باش اننا نزيدو نعطيو المزيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.